السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو لطيف وجميل. فيديو هيلم كل الحاجة اللي عندك مش هتترمي. يلا بقى نحط لايك ونصلي على النبي ونبدأ ونقول بسم الله. معايا قشر برتقان، كل اللي ياكل برتقانة يدهان. طبعا القشر ده مغسول وزي الفل. أنا قطعته بالسكينة لقيتها صعبة شوية فجبت المقص وقطعته بيها. هحطه بقى في مية وهسيبه يغلي على النار. هيغلي ليه؟ عشان المرارة بتاعة قشر البرتقان تنزل. أنا عملته حوالي 5 مرات. أصفيه وأسيبه ياخدله بتاع من 5 ل8 دقايق تاني غلو على النار وأرجع أصفيه. أنا عملت الحكاية ديت حوالي 5 مرات والآخر دقته وأكلت منه لقيته طعمه بقى زي الفل. هتقولي بنعمل قشر البرتقان؟ هما يعني اللي كانوا وراء الشجر أحسن مننا أيام هجرة الرسول عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا بكل حاجة دلوقتي مفيدة، ربنا ما خلقش حاجة وحشة. البرتقال ده بيطلع زيوت عطرية حلوة قوي، بنستفاد بيه وفيتامينات سي. علشان كده القشر بتاعه ده حلو جدا جدا وكنز زي ما بيقولوا. في المنظفات بتستعمليه، في الكيكات بتستعمليه، في التورتات بتستعمليه. فاحنا بقى ايه، قلنا نشوف القشر بتاعه نعمله مربى. دي اخر مرة كنت هعمله فيها، وبعد كده انا دقته لقيته طعمه حلو. ابتديت بقى إيه ان انا احط السكر عليه. صفته كويس قوي واتأكدت ان مفيش فيه اي مرارة. شايفين؟ بقولكم انا بدوقها ازاي، حلو قوي جميلة. ممكن تقطعيه بالطريقة اللي انت عايزاها، ممكن تفرميه ويبقى مش باين انه قشر برتقال. معايا كوبايتين من السكر وعليهم على طرف المعلقة، وكوبايتين مية طبعا، وعليهم طرف معلقة ملح ليمون، او ممكن تنزلي بعصرة ليمون. اوعى تستغربوا يا جماعة احنا لما عملنا ميل فسيخ شربات على رأي المثل اللي بيقول، اول ما المحلول غلى كده نزلت بايه، بقشر البرتقال بتاعنا اللي احنا مقطعين. هنسيبه لغاية ما يعقد بقى كده ويبقى زي الفل معانا. شايفين؟ هو كده خلاص. لما تلاقوه بقى لونه شفاف كده والسكر عقد كده يبقى معناه انه استوى. انا قطعته بالقطع البيضة بتاعته عادي. تعالوا بقى الخطوة ديت اختيارية. معايا عصير ده نص كوباية عصير برتقال، وفي عندي نص معلقة من جيلي البرتقال. يعني دي اختيارية. انا كان عندي الباكو الجيلي وقلت ما اخدها تعزز الطعم وتديلها مذاق حلو برضو، مش هيبقى زي الفل. يا دوبك تغلي غلوتين واطفي عليه وتبقى متماسكة وزي الفل. وما تحبي تخرجيها بعد كده تاخديها لأي حاجة هتعمليها، يا دوبك تفكها على النار معلقتين على النار وحلو قوي مع الفانيليا. وشمين الريحة اللي انا شماها دي. شايفين بقى زي الورد وزي الفل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. الحاجة ام الاختراع. اي حاجة تجربيها وتطلع حلوة طلعيها غيرك يستفاد منها. لا انا بقول لكم هي بصراحة جميلة على قشطة جميلة. هتحط دلوقتي انت ممكن تحتفظي بيها كده، ممكن تحطها في كيس في الفريزر. تيجي تعملي بقى كيك تاخدي معلقتين وتضربيهم. تيجي تعملي تورتايه تاخدي وتظبطي. تزينيها. بصراحة طلعت خطيرة وجميلة قوي. اتمنى الفكرة دي تعجبكم. على فكرة انا شفت كتير فيديوهات كتير عملوها ما شاء الله وابدعوا فيها. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. واستودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.